بتبدأ الحكاية مع قاتل مأجور متمكن جدا اسمه تومي. المفروض يعني ان هو في مهمة خاصة، فبيروح حفلة معينة علشان يخلص فيها على واحد معين. وجوه الحفلة دي تومي بيروح الحمامات، هناك بيطلع المسدس بتاعه، وكان مع المسدس ملاحظة مكتوبة عليها ان الهدف بتاعه لابس ماسك بتاع حصان. فتومي قال كده تمام وزي الفل، اخد المسدس وطلع الحفلة تاني وفضل يدور على الشخص اللي لابس ماسك الحصان، وفعلا لقاه قدامه. والشخص اللي لابس ماسك الحصان ده اول ما شاف تومي تقريبا كده فهم ان تومي جاي ليه، فعلى طول جري من تومي وراح تومي جاري وراه، وقدر في الاخر ان هو يزنقه. الشخص اللي لابس الماسك قال له خلي بالك يا تومي، مش انا الشخص المطلوب، الماسك اللي انا لابسه ده ماسك حمار مش ماسك حصان. تومي قال له هاو انت بس عشان عارف نفسك انك انت هتتقتل بتقول لي اي كلام. الراجل قال لتومي طب انا ازاي عرفتك وانت لابس الماسك؟ يعني ما هو علشان انا ابقى ابن عم المدام بتاعه الرئيس بتاعك. يا تومي ما تقتلنيش، انا لابس ماسك حمار يا بني ادم. وراح شايل الماسك علشان تومي يتعرف عليه، ولكن بيطرح ان تومي اساسا نظره ضعيف وما قدرش يتعرف على الشخص ده في الضلمه، وهوبا كده بدا يقتله. بس علشان تومي نظره ضعيف ما كانش عارف ينشن عليه كويس، فبالتالي الرصاص كله ما كانش بيجي فيه. فتومي قال له اثبت يالا، انا مش عارف اموتك. الراجل قال له يا عم انا ثابت، انت اللي مش شايفني كويس. ويا دوب خلص الجمله دي من هنا تومي قتله من هنا. ولكن بعد ما تومي راح عليه وقرب عليه بيكتشف ان فعلا الشخص ده ابن عم مرات رئيسه، كمان اخد باله ان الماسك ده بتاع حمار مش حصان. وفي هذه اللحظه تومي ادرك ان هو بهدل الدنيا، وان الشخص المطلوب اللي لابس ماسك الحصان موجود لسه جوه في الحفله وبيرقص ومروق على نفسه والدنيا زي الفل. فتومي على طول راح لصديق مقرب ليه وقال له انه حصل كذا كذا كذا، وانه بهدل الدنيا، وان اكيد رئيسه يعني هيخلص عليه علشان خلص على قريب مراته، وده لان رئيسه مزودها شويه، فاكر نفسه ذا جاد فازر وان اي حد يعني يقرب من عيلته لازم يخلص عليه. صديقه قال له خلاص انا هحاول اقربك في اقرب وقت. تومي قال له شكرا جدا، بس اديني ساعه واحده بس اروح اودع فيها ابني قبل ما امشي. وفعلا راح علشان يودع ابنه اللي عايش مع مراته المنفصل عنها، واللي عايش معاها صديقها النطع، واللي تومي مش طايق وش امه. على كل حال تومي بيتكلم مع ابنه وبيتاسف له ان هو كان بعيد عنه وان ده ما كانش بايده، كمان قال له ان هو غالبا يعني دي اخر مره هيشوفوا بعض فيها. في اللحظه دي مراته راحت جايه تاني وقفلت في وشه الباب. على كل حال تومي بعد كده بيهاجر من المدينه دي، وبعد اليوم ده بسنه بنلاقي تومي عايش في لوس انجلوس وشغال مع واحد تاني ناطع كده اسمه بنسون. ده بيكلف تومي بالعمليات اللي المفروض يعملها. المهم بنسون اتصل بتومي قال له انت فين؟ خلصت العمليه ولا لسه؟ تومي قال له معلش الشوارع كلها زحمه ومتاخر غصب عني. بنسون قال له ايه انت يالا شكلك مش محترف يالا، ايه رايك لو تتصرف كواحد محترف كده وتخلص شغلك في ميعاده، وايه اللي هعتمد على حد تاني غيرك؟ وراح قافل في وش تومي السكه. وبنسون بيبص بعد كده لابنه جوليان، واللي كان شايفه عيل فاشل برضه وكان بيعامله معامله ناشفه جدا، وده لان جوليان شخص جبان، وبنسون شايف ان ده ما يصلحش ان هو يكون ابنه اساسا. على كل حال بنروح على الجانب التاني وتومي بيكون وصل للهدف بتاعه وبياخده معاه في العربيه على اساس ان هم يعني رايحين مشوار مع بعضهم وكده. ولكن الشخص ده بيحس كده في السكه ان تومي ناوي يغدر بيه، فبيعمل خطه كده على السريع، الا وهي انه قال هيشد فرامل اليد وبعدها يقتل تومي. ولكن لما شد فرامل اليد اتفاجئ انها مش شغاله اساسا. ده اللي خلى تومي ياخد باله من اللي بيحصل، وقدر ان هو يتصدى للشخص ده قبل ما يخلص عليه، وراح راكن على جنب علشان يخلص على الشخص ده. فالشخص ده انتهز الفرصه ونزل من العربيه وهرب من تومي، بس تومي ما سابهوش، جري وراه وقدر ان هو يزنقه في الاخر. الشخص ده قال له بليز ما تقتلنيش، انا معايا ولد عنده 9 سنين، ابوس ايدك ما تيتمش الولد ده. تومي قال له بقول لك ايه، انا هخلص عليك، انا هخلص عليك، شوف انت عاوز ايه قبل ما تموت. الراجل ده قال له خلاص سيبني اكلم ابني في التليفون. تومي قال له ماشي اتفضل يا حبيبي، عندك رصيد ولا تاخد تليفوني؟ فالراجل طلع تليفونه وكلم ابنه، ولكن كان واضح من كلامه كده ان هو مش بيكلم ابنه، لان اخر جمله قالها ان الهدف موجود في لوس انجلوس. تومي اول ما سمع الجمله دي خلص عليه على طول، واتضح ان الشخص ده بيكلم مين؟ رئيس تومي القديم اللي اساسا هربان منه من سنه، اتاري لسه بيدور عليه لغايه دلوقتي. لا رئيسه ده شكله باين عليه قموصه قوي، يعني ايه قتل ابن عم مراته فيها ايه يعني؟ على الجانب التاني رئيسه واللي اسمه فريدي بيفرح جدا ان هو اخيرا عرف مكان تومي، وبيقول لمراته مبروك يا مراتي، اخيرا هجيب لك حق ابن عمك. مراته قالت له على فكره ده ابن خالي مش ابن عمي، ثم انت زعلان قوي ليه كده عليه؟ ده انا اساسا مش فارق معايا. فريدي قال لها بقول لك ايه، العيله هي العيله وابن عمك ده من عيلتي، وقضي الامر خلاص، اتفضلي انت نامي وانا هخلص. وعلى طول بيجهز نفسه وبياخد رجالته علشان يسافر لتومي. على الجانب التاني تومي بيرجع بيته وكان متضايق جدا ان مكانه اتكشف، وبيتصل برئيسه الجديد بيقول ان هو خلص المهمه. فرئيسه بيقول له خلاص تعالى لي علشان تاخد فلوسك قبل ما اغير رايي. تومي قال له ماشي وقفل معاه، وكان قاعد حزين جدا. وشوف يا اخي لما الدنيا تبقى جايه عليك، الراجل قاعد حاطط ايده على خده، المخدع بتاع الكرسي بيتكسر تحت ايده، يعني مفيش نحس اكتر من كده. المهم على الجانب التاني رئيسه بنسون بيلاقي ابنه خيبه امله داخل عليه وهو متثبت والبنطلون بتاعه متاخد منه. بنسون قال له انا مش عارف اقول لك ايه، انا خلصت فيك كل الكلام ولا
يالا انت ازاي يا ابني يالا؟ بص لنفسك وبص لي بقى، انت ابن رئيس عصابه مدوخ كل العصابات كلها حواليك. انت يالا بقول لك ايه يالا، غور من وش دلوقتي لا كمل عليك وقلعك البوكسر، امشي يالا من قدام يالا. بعدها بشويه تومي بيجي له بياخد منه حسابه، وتومي بيترجاه ان هو يعني يشوف له طريقه امنه يمشي بيها من المدينه دي، خاصه لما تومي عارف ان مراته هتتجوز الشخص التاني ده اللي ماشيه معاه. تومي قال لك لا بقى، انا مش هسمح لاي حد تاني ان هو يربي ابن مكاني، وترجى الرئيس ان هو يشوف له اي طريقه يرجع بيها تاني لابنه علشان يكون معاه. الرئيس قال له طيب بص بقول لك ايه، انا هعمل معاك اتفاق في مهمه انا عاوزك تعملها قبل ما تمشي، والمهمه دي وانت رايح تعملها هتاخد معاك ابني فيها، لان نفسي ابني ده يبقى راجل. تومي قال له ازاي ما ينفعش الكلام ده كله. بنسون قال له هو كده، عاوز توصل لابنك بامان تخلص المهمه دي وابن معاك وتعلمه ازاي يبقى راجل كده. فتومي مضطر ان اسفا وافق بالشروط. فبنسون اخده لابنه عشان يعرفوا عليه. في الوقت ده ابنه كان بيحضر حاجات مش كويسه، واول ما هم دخلوا عليه على طول غطى الشاشه علشان ما يشوفوش اللي كان بيتفرج عليه، ولكن الباشا نسي السماعه شغاله. ابوه بنسون واسامه كان بيعرفوا على تومي، فجاه كده سمع شويه اصوات غريبه، فقال لابنه ايه يا ابني الاصوات الغريبه دي؟ جوليان قال له ده قطط بتنونو. قال ايه بيقولوا مياو يا ولد. فابوه راح شايل له ماشي من على الشاشه، لقى ابنه بيحضر حاجات غريبه. طبعا ابوه اتنرفز وراح ماسك عصايه بيسبول كسر الشاشه وقال له انت قاعد في ايه يالا؟ انا اعمل فيك ايه بس علشان اظبطك كده؟ ولا انت هتروح مع عمك تومي ده هتخلص معاه مهمه، وبقول لك ايه عاوزك تجيب اعلاها نمر في المهمه دي. بياخد تومي وابن جوليان بره علشان يقول لهم على المهمه بتاعتهم، وبيطرح ان المهمه بتاعتهم واحد برضه شغال قاتل مأجور. تومي قال له ايه الراجل ده على فكره هدف مش سهل. بنسون قال له لا ما تقلقش، الراجل ده ليه دلوقتي داخل في 3 شهور دماغه عماله كل ماده بتهوي، بمعنى اخر الراجل ده اتجنن، فبالتالي يا تومي يا اخويا يعني هيبقى هدف سهل قوي بالنسبه لك، ولكن انا مش عاوزك تخلص عليه لوحده، في اخ ليه تاني اسمه شيموس ده برضه عاوزك تاخده معاك في السكه، خلص عليهم هما الاثنين يا تومي وانا هوديك لابنك بسلام. فتومي بياخد جوليان معاه في العربيه وبيبداوا المهمه الجديده. واسامه كانوا ماشيين في العربيه، جوليان ما كانش قاعد على بعضيه، عمال يلعب في كل حاجه في العربيه، وتومي جن وعفريته اللي لعب له في اي حاجه في العربيه. وطول ما هو ماشي بس يا حبيبي بس يا بابا بطل لعب يا عسل، ايدك يا حيوان ما تلمسش الكاسيت، وكانه واخد ابن اخته معاه كده. جوليان بيسال تومي انت شغلانتك ايه؟ تومي قال له مش محتاجه يعني بخلص على الناس. جوليان قال له من صغرك وانت شغال الشغلانه دي؟ طيب ما جربتش تشتغل شغلانه حقيقيه مثلا؟ تومي قال له ما دي شغلانه حقيقيه، انت هتخيب ياض ولا ايه؟ بقول لك ايه يالا مش عاوز اسمع اي صوت طالع منك تاني، خاصه من الناحيه التانيه علشان انا اتعميت. واخره بعد كده في مكان بعيد علشان يعلمه ضرب النار، ولكن تومي نفسه علشان نظره ضعيف ما كانش عارف هو ينشن اساسا، لدرجه ان جوليان افتكر ان تومي بيستهبل. تومي قال لجوليان ما تكترش في الكلام وامسك المسدس ده ونشن على اهداف ضيقه. فجوليان بكل بساطه مسك المسدس ونشن على اهداف وجابها فيها من اول مره. تومي قال له ايه لا 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 انت اكيد بتهزر، انت قال شكلك مسكت مسدسات قبل كده كتير. جوليان قال له وحياتك عندي دي اول مره، انا بس بلعب لعبه اسمها فورتنايت بلعبها كتير بطبق عليها على طول، وده اللي ساعدني انشن بالمسدس يعني. تومي قال له زي الفل كده انت عديت المرحله الاولى يلا بينا. في نفس الوقت ده على الجانب التاني بنلاقي الشخص اللي اسمه فريدي وصل للمكان اللي فيه بنسون. قال له انت بنسون انا كنت سامع كده انك انت مشغل واحد تحت ايديك اسمه تومي. بنسون قال له ما اعرفش اي حد بالاسم ده. فريدي قال له ما بلاش السكه دي، بص يا بنسون خلينا نتكلم بمنطقيه شويه، ايه رايك لو نعمل بيزنس انا وانت مع بعض وهغرقك فلوس في مقابل انك انت تسلمني تومي؟ وادى لبنسون عرض كبير لدرجه ان بنسون ما قدرش يرفضه. على الجانب التاني بنلاقي تومي واخد جوليان علشان يعشيه. في الوقت ده هما الاتنين بيتكلموا مع بعض، وتومي بيعرف قصه جوليان وبيطرح ان قصه جوليان منيله ب 60 نيله، ابوه بيعامله بطريقه وحشه واصحابه بيتنمروا عليه، وحتى البنت اللي بيحبها مش قادر يصارحها بحبه، وانه كمان مش بيقدر يدافع عن نفسه لو حد مثلا ضربه او اتنمر عليه. في الوقت ده تومي افتكر ابنه وقرر ان هو يساعد جوليان لانه حس ان ابوه مكمل عليه فوق اللي هو فيه، واخده بره المطعم كده علشان يدربه على شويه حركات. قال له بص يا ابني اسمعني وركز معايا كويس، انت هتقف بطريقه معينه وصوابعك الاتنين دول هم اللي هتعمل بيهم الحركه، اي حد يقرب منك تدخل صوابعك الاتنين دول في عينه، فبالتالي بعدها مش هيقدر يشوفك لمده كبيره، وانت بقى في الوقت ده تعمل فيه اللي انت عاوزه. يلا بينا بقى نمشي وحلو قوي كده. وراحوا على الشخص اللي اسمه شيموس علشان يعرفوا منه مكان اخوه وبعدها يخلصوا عليه، ودخلوا عليهم على اساس انهم اتنين من عصابه روسيه جايين علشان يعملوا معاهم صفقه. والروسي بتاع تومي كان ايه اوعى حاجه كده زي الفرانكو، بيتكلم انجليزي اساسا بالاكسنت الروسي. على كل حال بيدخلوا بيقابلوا شيموس، وشيموس ورى لتوني البضاعه اللي عنده وقال له بعد كده فلوسك. فتومي راح مطلع شنطه هو قافلها كويس وقال له اتفضل يا ابو الشماشيس الفلوس بتاعتك. طبعا شيموس جاي يفتح الشنطه لقاها مقفوله بباسورد، فسال تومي على الباسورد. في اللحظه دي واحد من رجاله شيموس بتجيله مكالمه من العصابه الروسيه، قالوا له فيها انهم اتاخروا علشان يعني حصل معاهم شويه ظروف. فالراجل في الوقت ده ادرك ان دول مش العصابه الروسيه، وتومي في الوقت ده ادرك ان الراجل ده ادرك ان هم مش العصابه الروسيه، فعلى طول خلص على الراجل ده واشتبك مع الراجل التاني. اما جوليان فطلع المسدس بتاعه وثبت بيه شيموس
شيموس. وتومي لما خلص على الراجل التاني رجع لشيموس وقال له بقول لك ايه، قول لي على مكان اخوك بدل ما هخلص عليك دلوقتي. شيموس قال له اخويا انت عاوزه في ايه؟ الراجل خلاص اتجنن وبقى غير مؤذي، يعني قتلك ليه مش هيفيدك في اي حاجه. ولكن تومي اصر ان شيموس ياخده لاخوه، فشيموس قدر بطريقه ما انه يتملص منهم ويهرب منهم، وعلى طول جري وركب العربيه بتاعته وهرب. فبسرعه تومي وجوليان ركبوا العربيه بتاعتهم وجريوا وراه، ولكن ما رضيوش يطردوه، سابوه يمشي براحته للوجهه بتاعته علشان يوصلهم لاخوه. لا حلوه دي يا تومي، حته حناكه. المهم شيموس بيوصل للمكان اللي فيه اخوه واللي اسمه بالمناسبه أليستر، وعلى طول اخدوا في العربيه علشان يهربوا. لم يكن يعلم ان تومي وجوليان راكبين في الكنبه الورانيه اللي في عربيته ومستنيينهم. شيموس قال لهم يا جدعان الراجل فعلا اتجنن بجد، انا مش شايف ان قتله هيفيدكم في اي حاجه. تومي قال له ماليش دعوه، دي مهمه جايه لي ولازم انفذها. شيموس قال له خلاص ايه رايك لو انا واخويا نعمل نفسنا ميتين وانت تصورنا كام صوره كده وتوريها للرئيس بتاعك، بحيث ان هو يتاكد ان احنا متنا، وانا اوعدك ان انا واخويا هنختفي خالص من المدينه دي، بل من الدوله دي كلها. تومي قال له ماشي يلا بينا، واخده ورجع تاني للمكان بتاعه. وهناك شيموس واخوه عملوا نفسهم ميتين، وجوليان قال ايه اتصور معاهم على اساس ان هو خلص عليهم يعني وكده، وكله كان مبسوط. ولكن تومي اتاريه جواه حسابات تانيه، الا وهي ان هو يغدر بيهم. في الوقت ده شيموس حس باللي تومي عاوز يعمله، فعلى طول مسك جوليان كرهينه، فتومي مسك أليستر كرهينه وقال لشيموس سيب وانا هسيب. شيموس قال له خلاص انت سلم وانا استلم على طول. فهم الاثنين سابوا جوليان وأليستر، ولكن برضه تومي فتح النار وحدثت المعجنه. كان في ضرب نار كثيف جدا، فجوليان في الوقت ده اخد نظاره نظر طبيه من واحد تومي كان خلص عليه واداها لتومي علشان يشوف كويس. وفعلا تومي لما لبسها بدا ينشن كويس احسن من الاول، وقدر انه ياخد جوليان في حته امان. وبعدها لمح شيموس واخد اخوه وداخل الار في بتاعته. قوم تومي يعمل ايه؟ ضرب اسطوانه غاز موجوده في العربيه دي وفجر العربيه دي كلها. أليستر بقى باربيكيو، اما شيموس فطر في الهواء ونزل على كبوت عربيه متدغدغ وهوبا كده مات. تومي وجوليان بعد كده بيرجعوا في طريقهم لبنسون، واثناء ما كانوا راجعين في الطريق بيحتفلوا بالانتصار بتاعهم، خاصة جوليان يعني كان مبسوط جدا لأن دي أول مرة ينتصر فيها في حياته في أي حاجة أساسا. كمان كان فرحان علشان شايف تومي بيعامله معاملة كويسة على عكس أبو النطع ده. فتقدروا تقولوا كده يعني إن جوليان اتعلق جدا بتومي، كمان تومي اتعلق بجوليان كأنه ابنه. المهم بيرجعوا لبنسون، وبنسون كان مبسوط جدا إن ابنه اشترك في المهمة دي وخلصوها بسلام، وقال له خش جوه أنت دلوقتي، أنا عاوز أتكلم مع تومي كلمتين كده على انفراد. واخد تومي اداله ظرف فيه تذكره طيران للمدينه اللي ابنه عايش فيها. فتومي طبعا فرح جدا ان بنسون امن له طريق امن يقدر يوصل من خلاله لابنه. مش بس كده، بنسون قال له كمان هديك $40,000 تخليهم معاك. فتومي فرح جدا علشان بنسون مظبطه قوي. وبنسون بعد كده راح لابنه واتكلم معاه وقال له بص يا جوليان، انت هتاخد تومي توديه لمكان معين انا هقول لك عليه علشان تسلمه لواحد اسمه فريدي. جوليان قال له معلش بس انا مش فاهمك كويس، انت عاوزني اسلم تومي لواحد تاني علشان يخلص عليه ولا علشان يقابلوا ويعملوا صفقه؟ بنسون قال له شوف بقى الغباوه، معنى انك تسلمه ان فريدي ده هيخلص على تومي. جوليان قال له مستحيل اعمل كده، تومي ده شخص كويس جدا وبيعاملني كويس جدا، انا مستحيل اعمل كده. بنسون قال له بيعاملك كويس هاو على فكره بقى واحنا بره دلوقتي تومي كان عمال بيقول انك انت فاشل وانك انت ما ساعدتوش اساسا في المهمه وان هو عمل كل حاجه لوحده. مش بس كده، ده كمان طلب مني $40,000 زياده علشان انت ما ساعدتوش في اي حاجه. اتنيل لا انا مش عارف انت هتفضل امتى تتخدع في الناس. طبعا الكلام ده ضايق جوليان جدا وللاسف صدق ابوه. بنسون بعد كده بياخد جوليان وبيخرجوا تاني علشان يقابلوا تومي، وقال لتومي خد جوليان معاك علشان بس توصله لمكان معين في سكتك. كمان قال لتومي خد $40,000 اللي انت طلبتهم مني، وراح عليه معلي صوته في الحته دي علشان جوليان يصدقه. اما تومي فعدى الجمله بحسن نيه واخد منه الفلوس عادي جدا. وبعدها اخد جوليان ومشوا بالعربيه، وزي ما كانوا ماشيين جوليان كان قالب وشه وكان عمال بيفكر، وزي ما يكون كده كان في صراع داخلي مش عارف يسلم تومي ويرضى ابوه ولا ما يسلمهوش وما يرضيش ابوه، بس على الاقل هيبقى ضميره مرتاح. في اللحظه دي تومي فجاه بيقف بالعربيه وبيقول لجوليان انا هعمل معاك اللي ما عملتوش مع حد قبل كده، انا هخليك تسوق العربيه بتاعتي. وفعلا خلى جوليان يسوق العربيه بتاعته، وده لان عربيه تومي مانيوال مش اوتوماتيك. على كل حال يعني بيعلم فيه زي العيل الصغير، وجوليان بينجح انه يمشي بالعربيه، ولكن بيجي في حته معينه وجوليان بيقف. فتومي ساله انت وقفت ليه؟ جوليان ما ردش عليه. في اللحظه دي فريدي والرجاله بتاعته
وأليسو ظهروا في المكان. تومي أول ما شافهم قال أحي، وقال لجوليان خليك أنت في العربية ما تطلعش من العربية، لأن تومي كان خايف عليه. لم يكن يعلم إن جوليان مسلمه أساسا. في الوقت ده بيجي واحد من رجالة فريدي بيضرب تومي على راسه وبيغمى عليه، ولما تومي بيفوق بيلاقي فريدي والرجالة بتاعته واخدينه في البيت عنده. في الأول فريدي قبل ما يخلص عليه فضل يقتل فيه بالكلام، قال له مراتك اللي أنت منفصل عنها عايشة مع واحد تاني ملهوش لازمة، بس تعرف الشخص اللي ملهوش لازمة ده مراته مفضلة عليك أنت، وده معناه يا تومي يا أخويا إنك أنت مالكش أي 30 لازمة. مش بس كده يا تومي، ده كمان الشخص ده هيربي ابنك. تومي قال لفريدي انت مكبر الموضوع ليه؟ اللي انا قتلته ده يبقى ابن عم مراتك، يعني انت لو طلقت مراتك الشخص ده مش هيبقى قريبك اساسا. فريدي قال له ايه ده من العيله بتاعتي يا حيوان، والمساله مساله مبدا لا مؤاخذه. ولسه هيخلص عليه بيتفاجئوا مين داخل عليهم، مش هتصدقوا أليستر باشا. تومي اول ما شافه قال ايه انت لسه عايش؟ انت عايش ازاي؟ أليستر قال له ربك عندك اعتراض؟ وقال بعد كده لفريدي ان محدش هيقتل تومي غيره هو، وده علشان تومي قتل اخوه. فريدي قال له لا لا مؤاخذه، ده قتل ابن عم المدام، يعني انا اللي هخلص عليه. أليستر قال له ايه ابن عم المدام يعني؟ مش فاهم. انا لو حد جالي وقال لي ان ابن عم مراتك اتقتل ههز كتافي وهكمل يوم عادي، يعني ايه الافوره اللي انت فيها دي؟ تومي قال لأليستر الله ينور عليك، اتمنى يعني انك انت تفهمه الموضوع ده. والسما كانوا كلهم ملهيين في النقاش اللي ملوش لازمه ده. تومي كان بيحرر نفسه من الكرسي اللي مربوط فيه، واتاري الكرسي ده انه كرسي اللي المخدع بتاعه بيتخلع من مكانه. بكل بساطه تومي خلع المخدع وفك نفسه، وعلى طول مسك فريدي كرهينه علشان يساوم الرجاله بتاعته. ولكن أليستر فتح النار وبقت مدعكه، كله ضرب في كله. نتج عن ضرب النار ده كله ان فريدي مات هو والرجاله بتاعته، اما تومي وأليستر ففضلوا عايشين. بس تومي قدر يتملص من أليستر، ولكن أليستر بعد كده بطريقه ما يعني قدر يمسك جوليان واخده هو كرهينه. تومي على الجانب التاني بيتصل بشركه شحن علشان يشحن عربيته للمكان اللي هو مسافر ليه. في الوقت ده بتجيله مكالمه في الانتظار وبيطرح اللي بيتصل بيه ده أليستر. قال له بقول لك ايه، هي كلمه واحده، جوليان معايا ولو ما جيتليش انا هخلص عليه. وقال له قابلني في نفس المكان اللي انت خلصت فيه على اخويا. فتومي بيقفل معاه وبيتصل ببنسون وبيقول له على اللي حصل. بنسون قال له ايه انتوا خلصتوا على فريدي؟ انا الراجل ده مديله $1,000,000 علشان في صفقه كبيره هعملها معاه، تقوم انت مبوظ لي الصفقه ومخلص لي عليه. وكان كل اللي همه الفلوس، مفيش اي اهتمام بجوليان. فتومي قفل في وشه السكه وعلى طول لف علشان يرجع تاني لأليستر. هناك بالله أليستر دفن اخوه ومستني تومي على نار. انا مش عارف ازاي ده واحد مجنون، يعني انا شايف ان هو عاقل جدا. المهم في اللحظه دي تومي بيدخل عليه وبيقول له أليستر ان هو يسيب جوليان وانه هيسلم له نفسه مكانه. أليستر قال له ايه انا مش عاوزك تسلم لي نفسك، انا عاوزك انت تخلص على نفسك. تومي قال له معلش انا مش فاهمك. أليستر قال له بسيطه، انا عاوزك انت تخلص على نفسك علشان تدخل النار، لانك انت لو خلصت على نفسك هتموت مخلص على نفسك، ودي خطيه عقابها الجحيم. ايه يا عم أليستر الانتقام الاستراتيجي ده؟ المهم يعني فين تومي بيقتنع انه يعمل كده علشان ينقذ جوليان، لان أليستر قال له لو عملت كده انا هسيب جوليان يمشي. فأليستر ضرب نفسه بالنار وبعدها وقع على الارض. أليستر قال له انت شايفني اهبل يالا؟ ما انا عارف انك انت لابس زرع واقي يالا، قوم يا تومي وبطل هبل. فتومي قام تاني، والمره دي أليستر قال له لو ما عملتش اللي قلت لك عليه انا هخلص على جوليان قدام عينيك، وبعدها بكل بساطه هخلص عليك، بس المره دي لا مؤاخذه يا تومي اضربها على راسك. فتومي وجه المسدس لراسه وجاي يضرب، لا المسدس فاضي. أليستر قال له بعدين طيب الرصاص بتاع المسدس بتاعك كام ملي؟ تومي قال له 9 ملي. فأليستر راح مطلع الخزنه بتاعه المسدس بتاعه علشان يطلع منها رصاصه، ورمى الرصاصه دي لتومي. في اللحظه دي جوليان ضرب أليستر الضربه اللي تومي علمها له قبل كده. في نفس اللحظه برضه تومي دخل الرصاصه دي في المسدس بتاعه واصاب بيها أليستر وقدر انه ينقذ جوليان. طبعا جوليان وتومي فرحوا جدا انهم خلصوا على أليستر، ولسه كانوا هيحتفلوا لقوا أليستر قام لهم تاني نفس الامه بتاعت اندرتيكر. تومي قال له يخرب بيتك انت هتموت ازاي؟ أليستر في الوقت ده فتح عليهم النار بدون حساب وخرم لتومي العربيه بتاعته. فتومي بسرعه خرج من ورا العربيه وسلم نفسه مره تانيه لأليستر وقال له يا عم خلاص ما تموتش جوليان ولا تضرب العربيه، انا اهو قدامك اعمل اللي انت عاوزه فيا. أليستر لم يكن يعلم ان تومي بيلهيه علشان جوليان يركب العربيه ويدوس بيها أليستر. أليستر حاول يخلص على جوليان قبل ما يدوسه ولكن فشل، اما جوليان فنجح وهرس أليستر بين عربيتين. فتومي راح لجوليان وقال له جدع يا جوليان دي اول كل ليك، ولكن هاو أليستر برضه كان لسه عايش. يخرب بيتك كيف يموت هذا الشيء؟ أليستر في الوقت ده قال لهم شكل كده بخلص لاني شايف نور جامد في وشي. تومي قال له ده نور الشمس على فكره، وسابه يخلص لوحده واخد جوليان ومشي.
بعد اليوم ده بوقت مش كبير بنلاقي تومي رجع المدينه اللي ابنه عايش فيها، وهناك بيلاقي المدرس اللي ناوي يتجوز مراته المنفصله عنها بيدي لابنه وزمايله درس في المدرسه. واول ما المدرس ده شاف تومي قال ايه جري عليه علشان يحضنه. تومي قال له غور يا عم من وشي، وجري على ابنه علشان يحضنه، واعتذر ليه بعد كده ان هو كان بعيد عنه طول الوقت اللي فات، وقال له انه من هنا ورايح هيكون جنبه على طول ومش هيسيبه تاني ابدا. مش بس كده، ده كمان هو اللي كمل الدرس بعد كده لابنه واصدقائه. ولغايه هنا الحكايه بتنتهي. يا ريت تدوس على لايك وتعمل كومنت وشير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. ولو انت اول مره تسمعني مش مشترك في القناه فيا ريت تشترك وتفعل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زوزة.